لاحظنا هاي المخالفة الموجودة بالقرب عن المحلات التجارية أو محلات التبضع أو المطاعم. السيارات يطبقون سياراتهم، السواق خلينا نقول يطبقون سياراتهم أمام منازل باب المواطنين البقية اللي سكنت هاي المنطقة. فشفنا الحجي عنده مناشدة، فمن شافنا بالتصوير قال تعال شوفوا صوروا هذا المقطع وشوف أني واحد من 1000 مو من 100 جاي نعاني من هاي الحالة. خلي نشوف الحجي. السلام عليكم. عليكم السلام استاذ، شلونك؟ حجي جيتني هسه قلت عندي مناشدة مناشدة شفتك واني متابعك ببرنامجك وبارك الله بيكم. بيك أكثر. فاحنا المناشدة مع العلم اني هذا باب بيتي ايه؟ واوقف سيارتي قدام الباب حتى اقدر واطلع اطب واطلع من يصير عندي حالة مريض كذا. نعم. اجي القي السيارة طابقة بخشم السيارة مالي وما اقدر اطلع بعد. ما تقدر تطلع. يحجزني. هسه هذا بيت هم لا هذا مولد، هذا ابو تمام. ابو شو اسمه، وهذا الاخر نفس هذا الحالة. هم نفس الشيء بيت، هذا هم نفس الحالة. يعني تعال انت من اهل المنطقة؟ من أهل المنطقة. تعال يمي تعال يمي. من اهل المنطقة. احكي لنا. عليكم السلام. شلونك؟ تعال تعال هنا احكي لنا. ما نقدر نطلع برا، يعني قدام باب مخلين سياره، ما تقدر تطلع لا سيارة. لا مع العلم بيتهم بالفرع. اي والله. قدام باب عم بيتهم. حتى وتحت بالفرع. وياه إيه. يعني مو بهذا الفرع، فرع ثاني. وتحت وياه يقول شارع مو مالتكم. يقول مو ملكك الشارع مال الدولة. هذا الاجراء صحيح اخي المواطن؟ هو هذا ندور صحيح. عليك والله استاذ عامر. احنا عندنا دوريات متواجده هنا، اي دوريه شفتوا قريب عليكم السياره طابقه هنا تبلغوا. صراحه ابلغ الدوريات، ابلغهم اي دوريه متوقفه داخل المنطقه بحيث موقفها قدام باب بيتك. نعم. مسوي لك عرقله تريد تطلع وموقفها اكثر من نص ساعه ربع ساعه وفوق، لا يتحاسب. هو اللي يجي ياكل لفه ايش قد يوقف؟ 10 دقائق. 10 روح ربع ساعه. هسه هذا الشخص راح نتخذ عيني. يعني انا هسه مخلي بلوكات بباب البيت على مود انه ما توقف بباب البيت، هم انا ما بدون فايده يوخرون البلوكات يجون يوقفون السيارات. يجي يوقف السيارة باب البيت. اي والله. هسه ما عندنا مشكله ويا الحايط، بس لا قدام الباب. باب الجراج. باب الجراج. انا من الضيم سيارتي اخليها قدام الباب حتى 3 مرات سيارتي انضربت هنا باب هاي البيت. التصوير انضربت هنا بالباب. انضربت هاي هنا. هنا انضربت بالباب انضربت. تمام. لا ما بيفرق. رسالتي لكل مواطن شريف، يعني شلون تريد مصلحتك لازم تفكر مصلحه غيرك. تقبل سياره شخص غريب يجي يوقف قدام، من اقول لك قدام يعني قدام باب بيتك، تريد تطلع طلع سيارتك، طلع اهلك جهالك. هذا شيء اجراء صحيح؟